دايما يمكن في ساحات الأدب بصفة عامة، الأدب السكندري. بداية أهلا بحضرتك معانا، أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة ومصر بخير وكل أكتوبر وكل وحضرتك أبطالنا طيب. وأبطالنا بخير. أستاذ رضا، يمكن كل أكتوبر أصبح دلوقتي له معنى ومذاق خاص في مصر. لو حضرتك يعني قلنا مذاق أكتوبر بالنسبة لك هذا العام هنقول عنه إيه؟ والله أنا يعني السنة دي الحمد لله، يعني أنا كل مناسبة بتيجي علينا في مصر وكل ذكرى بتجدد جوايا حاجات، وبحاول إن أنا أكتب جديد، يعني ما بحبش أجيب من القديم اللي أنا كاتبه. فذكرى 2012 لأكتوبر بالنسبة لي بتمثل حاجات كتيرة، وبتفكرنا وبنتعلم، وفي دروس لازم نطرحها على الساحة من اللي فات واللي جاي. فطبعا ذكرى النصر السنة دي بالنسبة لي كاتب حاجة جديدة اسمها ذكرى النصر. يا ذكرى فكريهم بحاضرهم وماضيهم، شهداء في كل عصر أرواحهم فوق إيديهم، كل اللي حبوا مصر أدوا الواجب عليهم، عارفين قيمة وطنهم، تعظيم سلام عشانهم، أبطال الله أكبر، في الجنة يكون مكانهم، ساعة الميدان مكبر، الحق زاد إيمانهم، اداهم 1000 قوة، والعدو بره جوه، والخاين الجبان بلطجي مش فتوة، ملهوش بينا مكان، وإيه هيساوي هو، وعشان خاطر بلدنا ومستقبل ولادنا، الإيد في الإيد هنبني ونعوض اللي فاتنا، في الشدة لاقيك سندني، ونحمي سوا بابنا، واسألوا رمل سينا غالي ليه علينا، في موسى ناجى ربه، وابن الخليل نبينا، واللي النبي يحبه نفديه احنا بعينينا، يا ذكرى فكريهم بحاضرهم وماضيهم، شهداء في كل عصر أرواحهم فوق إيديهم، كل اللي حبوا مصر أدوا الواجب عليهم، يا ذكرى فكريهم. جميل. شاعر السكندري رضا عفيفي، دايما بنقول إن النكسة بتؤدي إلى النصر لصاحب الإرادة القوية. كيف يستلهم الشاعر هذه الإبداعات الجميلة؟ والله أنا دايما الشدائد دي بطلع منها بقوة، وبشوف الدنيا بمنظور تاني، ان انا ببقى باصص للجانب اللي هو الايجابي مش السلبي، ودايما بعد الشدة لازم يكون في فرج. فانا يعني مفيش حاجة الحمد لله بتوقفنا ولا هتوقفنا طول ما احنا ايماننا بربنا قوي، وطول ما احنا يعني عندنا يقين في الله، ده هيوصلنا للي احنا عايزينه. يعني في مشاكل كتير، وده اللي انا يعني لخصته في القصيدة، وده بيخلينا ان احنا يعني نقرب من بعض اكتر. يعني حتى بقول عشان خاطر بلدنا ومستقبل ولادنا، الايد في الايد هنبني، يعني ما ينفعش الفرقة. نقول يعني ما كتبتش حاجة للمواطن المصري في ظل السلبيات اللي بيعاني منها الشارع المصري؟ طبعا هي الشاعر لازم يكون نبضه واحساسه قريب من المجتمع، يعني عشان يوصل للناس يكون في مصداقية. ما انا عايش في وسط المجتمع، واول واحد بيتأثر بالكلمة وبالاحداث الفنان او المبدع، فبيترجم ده في صورة شعر او قصة او رواية فاحنا دي قضيتنا، ان الكلمة سلاح. يعني يمكن انا ربنا عطاني الكلمة بجاهد فيها، عايز اوصل للعالم كله ان احنا عندنا رسالة داخل الكلام اللي احنا بنقوله ده. مش ان انا بكتب عشان يقولوا رضا عفيفي، لا، ده انا بقول مصر، يعني بقول هو دي المبدعين مصر في المرحلة دي، ودول المبدعين السكندريين اللي موجودين على الساحة. فبفضل الله الحمد لله، يعني الواحد بيحاول يكون دايما لامس هموم الناس ومشاكلها وقضاياهم. وعملت حاجة اسمها مر الفقر، كانت خاصة بالمجتمع. عملت حاجة اسمها ابدأ بنفسك. حلوة، ابدأ بنفسك دي، يعني نسمع منها جزء، لان احنا يعني بنقول ايه، يا ريت كل شاعر، يا ريت كل مبدع، يا ريت كل فنان في مجاله يصنع لنا لوحات إرشادية، يمكن لعودة الشارع المصري إلى ما كان عليه، أو إلى ما هو يجب أن يكون عليه. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك
قبل غيرك. اوعى في لحظة يغيب ضميرك، وجوه قلبك جدد إيمانك. خليك في ذكر لا يقل خيرك، ما تسيبش مرة في يوم لسانك ينهش وياكل في لحم غيرك. ابدأ بنفسك قبل غيرك. بنشوف آيات ربك كتير، لما بيذل الغني ولا بيعز الفقير. لازم تحدد سكتك قبل ما توصل للمصير. الحق لو هيموتك ما تعيش للباطل أسير. لا الليل بيسبق النهار، ولا حد يملك الاختيار. هو اللي يمشي في الظلمات لاجل يسبح الغفار. زي اللي عايش في النزوات جاهل يتحدى الجبار. ابدأ بنفسك قبل غيرك. اوعى في لحظة يغيب ضميرك، وجوه قلبك جدد إيمانك. خليك في ذكر لا يقل خيرك، ما تسيبش مرة في يوم لسانك ينهش وياكل في لحم غيرك. ابدأ بنفسك.